اهلا اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى واجمل فطيره سهله وبسيطه وسريعه. اللي لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هانم. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا بينا النهارده واقول لكم المكون السحري اللي انا حطيته على الجلاش خلاهولي فطير تحفه. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. النهارده جبت معايا حبه زبده وحطيتها في الصينيه من تحت. ده سهله جدا. طبعا معاك الجلاش بتاعي. معايا انا حطيت لفه ونص جلاش. والمكون السحري اللي خلالي الفطيره بتاعتي مورقه علبه زبادي. حطيت علبه الزبادي على الزبده. اولا مش هتبقى تقيله، ثانيا خفيفة جدا جدا معاكي، ثالثا هتخليها لك تحفة مورقة وطرية. بجد يا جماعة الطريقة دي إيه، انا ما كنتش مصدقة وانا باكل بجد اللي دي جلاش. انا باكلها اللي انا جايبة فطيرة إيه من السوبر ماركت اللي هي او من بتاع المخبوزات. إيه هي كده طالعة كده طعمها الفطيرة بتاعت المخبوزات وحط عليها ميكس جبن تحفة. النهاردة بطريقة سهلة بين كل واحدة وواحدة انت بتاخدي واحدة بس من فرشة الدهان بتاعة الزبدة، الخليط بتاعنا الزبدة والزبادي، وبتبتدي توزعيه كويس جدا جدا على ورقة الجلاش. دي اهم حاجة عشان تطلع معاكي مورقة. وبس هتبتدي تعملي الطبقات دي كلها. ده اللي هو انت بتسقيه بالطريقة دي، بتعمليه بالزبدة والزبادي وبس كده. هتبتدي تعملي كل الورقات بتاعتك زي ما انا وريتك كده بسرعة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. مش بتاخد والله يعني هي دوبك ربع ساعة ده بالكتير. زائد الفرن بتاعك بتحطيه على درجة حرارة سخن، يعني يبقى متولع قبلها الفرن بتاعك، وبتسيبيها بتاخد حدود ربع ساعة ولا حاجة وبتطلع تحفة. طبعا الحشوة بتاعتك اختيارية. انا حشيت النهاردة حطيت زيتون وبسطرمة وجبنة شيدر وموتزاريلا. انت الجبن بتاعتك ممكن تحط فيها اي جبن، ممكن تحشيها سجق، ممكن تحشيها اي حاجة. بس بجد انا بس الفكرة اللي عايزة اوصلها لكم النهاردة فكرة كوباية الزبادي دي. كوباية الزبادي فعلا بجد طلعتها مورقة وطلعتها يعني من جوه كده زي بتكون متنفسة. إيه لا بجد فرقت معايا وكأني بالظبط باكل. بجد والله كأني باكل إيه، فطيرة من بتاعة المخبز وحط عليها ميكس الجبن. قد ايه طعمها شهي ولذيذ وحلو جدا. طبعا زي ما انا قلتلك الحشوة دي اختيارية. يعني ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن تحشيها سجق، ممكن تحشيها سوسيس، اي حشوة بتحبي تحطيها حطيها. هي كده بالنسبة لي خلاص خلصت. هعمل الطبقة التانية. طبعا خدي بالك هي معايا الصينية دي حطيت فيها ورقة ونص جلاش. انت ممكن تحطي واحدة بس، ورقة واحدة على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. سهلة سهلة جدا والله يا جماعة. فكرتها ممتازة ومش بتاخد اي وقت. غير كده طعمها وهمي، احلى من البيتزا كمان. ده بجد يعني انت بتاكليها بتبقى حلوة. يعني انا والله بجد الوصفة جربتها، مش اول مرة اجربها. بس انا كنت ما بعملها بصراحة بحط زبدة بس بصراحة. لكن انا النهاردة لما حطيت الزبادي فعلا مكون سحري لطبقات الجلاش اللي انت بتحطيها بينها وبين بعضها كده. بجد بتخليها وهمية. جربوها وصدقوني بجد والله هتطلع منكم خطيرة، بمعنى كلمة خطيرة وجميلة. الوش بقى فوق انا حطيت عليه شوية زيتون، وطبعا الموتزاريلا الاساسية يعني اساسي، احنا عندنا طبعا لازم نحط موتزاريلا على الوش. وخلاص حطيتها في الفرن زي ما انا قلت لكم حدود من ربع ساعه لتلت ساعه. هي هتلاقيها استوت على طول، يعني مش بتاخد وقت والله. بس ابقي مسخنه الفرن قبلها. خلاص انا هشيلها دلوقتي
ومش بتحتاجي كمان تقطعيها، انت بتقطعيها بعد ما بتطلع. ويعني انت بتطلعيها بعد ما تطلعيها من الفرن، هي اصلا طبقة الزبدة اللي انت حطيتيها تحت مش هتخليها تلزق في الصينية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة، بمعنى كلمة تحفة. وهوريكم دلوقتي الطبقات من جوه بعد ما قطعتها، خطيرة. شايفين؟ بصوا، انا عايزة اقول لكم اللي هي تتاكل كده. لازم تجربوها، لازم تجربوها بالمكون السحري السري ده. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست وهانم. مع السلامة.